الوداد في عملية البناء الهجومي، يختار التمرير الطويل. فاتي جمال، فاتي هشام بوسفيان سباق للكرة والحارس انس. الانطلاقة والعرضية بالرجل اليمنى وركلة ركنية بعد كرة عبد الصمد البدر. تسديد لخابة، يخسر العرضية، كرة خارج الملعب بعد عملية ابعاد موفقة من جانب مدافع فريق الوداد. كان يظهر يوم عمرو إمكانية تنفذ ضربة الرأسية، خروج غير مفضى أن يهدد مرمى الحارس راس سيتي، كما هو الشان بالنسبة لحمزة خابة في مواجهة يوسف المطيع. مخالفة تحتسب مع توجيه البطاقة الصفراء الأولى لفريق الوداد الرياضي ليحيى جبراء بعدما كانت الأولى لحمزة خابة. اتجاه حمزة خابة، صراع على الكرة بين حمزة خابة وجلال الداودي. الحكم يقول ركلة مرمى لفائدة فريق الوداد الرياضي. تتوتر الأسف في هذه اللحظات. جزاء يسري بوسوق، تنفذ ضربة الرأسية سالت ليوسف المطيع. اختار التنفيذ بشكل مباشر لكن سالتان. هنا الحكم سيوجه بطاقة صفراء، تظهر بطاقة صفراء هذه المرة لروجير أولو، ثالث بطاقة صفراء إلى حدود الدقيقة 14. اتجاه المتابعة بالراس والحارس الحكم يقول ليس هناك خطأ ولا التسديدة بعيد. كرة سيف الدين بهرة جرب التسديد من خارج منطقة الجزاء. مستوى التمرير بسريدة، فرصة والمتابعة من انس سيتي. انطلاقة من الجهة اليمنى من هشام ابو سفيان، حاول هشام ابو سفيان يستثمر ذلك. هشام خاب التوغل منطقة الجزاء، خاب العرضية في اتجاه البعيدة، بعيد كرة حمزة خابة تغادر. يتم الافتكاك ثم العرضية، فرصة روجيه راسية، واكتسب طبعا يعادل اللقطة وبراسية بديعة من طرف حمزة خابة، يتمكن من إبعادها من الزاوية الصعبة. الحارس يوسف المطيع، كرة كانت متجهة، ذلك حكم منح مخالفة. عرضية زاكر الربطي وراسية حمزة بوسوق، راسية يحيى جبران. الصمد بدوي، هنا العرضية، محاولة راسية، ركلة جزاء يقول الحكم رضوان جهاد فادت فريق الرجاء الرياضي. ركلة جزاء في حدود الدقيقة 36، يمنح الحكم ركلة جزاء بعد التدخل أمين فرحان. لقطة تدخل أمين فرحان، أو إن صح التعبير تهور أمين فرحان. الكرة لإبعاد كان باليد من جانب أمين فرحان. المهمة كل ما تعلق لفائدة الرجاء. يسري بوسوقي يسدد، جول 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 جول. وأول الجول من جانب الرجاء من طرف يسري بوسوق من نقطة الجزاء. هدف في حدود دقيقة 39، ردة فعل من جانب كل مكونات فريق الرجاء الرياضي، من منذر الكبير ومن طرف جماهير فريق الرجاء كي سعيدة بهذا الهدف الذي يأتي في آخر دقائق الجولة الأولى من نقطة الجزاء، والتنفيذ من جانب يسري بوسوق الذي يسجل ثاني ركلة الجزاء لهذا الموسم رفقة الرجاء الرياضي، ويرفع حصيلته التهديفية ل3 أهداف. تلعب من خط الوسط، تسدد ومتابعة من الحارس راس زنيت. جونيور 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 سدد جونيور، لكن في وضعية تسلل. الحكم منح مبدأ إتاحة الفرصة، انتهت الفرصة، انتهت المحاولة الوداد، ثم بعد ذلك مخالفة تحتسب للوداد. لعبة مقوسة، فرصة خطيرة، جول 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 جول. التعادل يظهر من خلال المدافع سنسولا على غفلة من دفاع وحارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. كرة ثابتة مباغتة من جانب الوداد يعدل النتيجة في آخر انفاس المقابلة. الوداد يسجل التعادل، فرحة جميلة، فرحة هستيرية من طرف جماهير فريق الوداد الرياضي بعدما كانت الفرحة قبل من طرف جماهير فريق الرجاء الرياضي. أخطاء تظهر من جديد على مستوى المنظومة الدفاعية لفريق الرجاء الرياضي.
عملية الإبعاد لم تكن موفقة، تباغت الدفاع وتباغت الحارس زيد. لاحظوا كرة ترتطم بالعرض الخطيرة، يسري بوسوق ماذا فعل؟ راوغ يمينا وشمالا، راوغ الاول والثاني والثالث وبحث عن التسديد، فعل كل شيء سوى التسديد في اتجاه مرمى الحارس يوسف مطيع. ابرز اخطر فرصه لفريق الرجاء الرياضي مع بدايه الجوله الثانيه من خلال هذا الفاصل المهاري للمبدع الفنان يوسف. الرجاء الرياضي هنا التقدم، هنا الفرصه، هنا المحاوله، الخطوره والحرب بطريقه جميله رجويه، هنا العرضيه، هنا الخطوره والابعاد في التايمينج المناسب مش كويس. وصلت عبر الاطراف، هنا العرضيه والعرض قدم من المكاسي، فرصه مكاسي بدون خطأ. العرضيه، هنا الفرصه في الخطوره، جول 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 وأي جول. لحظات قليلة بعد دخول محمد بوركسوت، هدف براسية تباغت دفاع وحارس مرمى الوداد الرياضي. التايمينج المناسب من جانب بوركسوت على مستوى الانطلاقة بالراسية، والتغيير كان مناسبا من جانب مندر الكبير. رمى بورقة هذا اللاعب بوركسوت الذي استطاع أن يسجل الهدف الثاني أمام أندور دفاع وحارس مرمى فريق الوداد الرياضي. تتغير النتيجة هدفين مقابل واحد. لاحظوا الكرة العرضية ارتدت بعد ما تدخل بعد التمرير وبناء هجومي قاده محمد أسريدة من وسط الميدان.